رقم واحد الثقة. لازم تخليكي واثقة في نفسك في تعاملاتك مع الراجل. الراجل بطبيعته بيميل للمرأة الأكثر ثقة في نفسها. مثلا لو بتكلميه طول الليل وقال لك هينام واتفاجئتي بيه بعد ما قال لك إنه هينام بقى موجود أونلاين على الواتساب ولسه ما نامش، فهو كده مش بالضرورة يعني يكون بيكلم حد تاني وتعملي حوار وحدوتة وتمسكيه تكلميه هو أنت قلت لي إنك هتنام وقاعد على الواتساب لغاية دلوقتي ليه؟ فخليكي واثقة في نفسك أكتر من كده. رقم 2 خليكي ذكية، الراجل بيحب الست الذكية اللي هي بتعرف تتكلم وتحكي، لكن في نفس الوقت عارفة امتى تتكلم وامتى تحكي، لأن بيجي وقت على الراجل دماغه مش قابلة ليه الحكايات. زي مثلا أول ما يخلص شغله تقوم انت مستلماه أو عاوز ينام تقوم انت مستلماه برضه مصممة تحكي له زي ما يكون كورس النهاردة ولازم تسمعه. فاختاري وقت مناسب للكلام خاصة لو هتحكي في مواضيع كبيرة ومستنية منه إنه يكون مركز معاكي. رقم 3 خليكي لطيفة في التعامل والأسلوب وبلاش تعيشي دور البنت القوية المسترجلة، لأن الراجل عايز يحس إنه دايما ليه سيطرة على الست اللي معاه ودي طبيعة ذكورية موجودة في الراجل أصلا. فلما تواجهيه كأنك راجل زيه أكيد هيبعد عنك. رقم 4 بلاش كل شوية تقولي له وحشتيني حبيبي، وبلاش تبعتي في كل رسالة ليه وحشتيني وبحبك، لأنه تكرارها هتبقى كلمات مايعة ومش هيبقى ليها شعور ولا طعم. وبدل ما تبعتي رسائل حب وغرام طول الوقت علشان انت مش عارفة تتكلمي في ايه، فحاولي تتكلمي معاه في الهوايات اللي هو بيحبها. يعني لو بيحب الكورة تابعي شوية من أخبار الأندية واللعيبة للفرق اللي بيشجعها. مش بقولك يعني تبقي محللة رياضية، لكن هتبقي في شوية مواضيع تتكلموا فيها بعيد عن مجرد الكلام العاطفي، وكده أكيد هيبقى حابب الكلام معاكي دايما. رقم 5 حاولي ما تكونيش متاحة طول الوقت، يعني اديله فرصة إنه يفكر فيكي شوية واديله فرصة إنه يحس إنك وحشاه.